وابنه. أنا قلت يا إخوان قبل شوي في ديوان إخواننا العمايرة، ابنه قاعدين بيلايموا فيه، فيش ولا جزء من جسده بتحمل إبرة ولا وخزة إبرة حتى لمجرد تخدير اللي الدكاترة والأطباء يقدروا يعملوا معاه علاج. عشان هيك الهواء كانت ثقيلة يا إخوان، والبو كان حادث في أكثر من سيارة وأكثر من إصابة وأكثر من وفاة. وفعلا إنه مذهول، يعني أنا بقول لو الوفاة كانت عند البو لحاله لكان البو بقول الحمد لله رب العالمين اللي حصلت عندي. بس البو إذا العمايرة فقد واحد، البو فاقد ثلاثة، وعنده مصابين، كل المصابين أولاده، وهو اللي تسبب، يعني مش داري إنه هم. عشان هيك يا إخوان إحنا ما كان التأخير مقصود، وكان هناك لغط في التقارير، وانتم كمان ابناء البلد وواحد، والمنا احنا مايل اخوه بعدله. وانا بقول بالنهايه اللي بيجي متاخر احسن من بيجيش. احنا مجرد يا اخوان ما وصلتنا الرسائل من اخواننا ختيارية الجبل والناس الطيبين، احنا طلعنا. وانا بعرف انه الجاهل اجت ليلتها، انا بعرف انتم ناس اكابر وناس غاليين، سواء اللي كانوا فاقدين ولا اللي عندهم الجرحى. انا بعرف انها مش جاهدكم، لانه احنا لما جينا يعني بالموجود اللي قدرنا احنا يعني فعلا ان نحافظ على كرامة الناس ونحافظ على كمان. لكن انا بقول يا اخوان يعني شوية يمكن حبة التين ولا قطف العنب ب 12 شهر وبتاكلوا حلو. احنا لما جينا واخذنا الرفعة، يعني لو جينا واخذنا حقنا نطلب الثلاث ايام وثلث او نطلب شهر للجريح، وهذا اللي تم. واشهد الله انكم ما قصرتوا. انا بشكر عائلة قزاز اللي في ديوان دار العمايرة قبلوا علينا يكونوا في الرفعة، وما عنوا الناس الموجودة والناس الفاقدة انها تيجي على الديوان. وهذا فضل، لانه اللي بيسهل الله بيسهل عليه، والنوايا الطيبة بتسلم صاحبها. احنا بنقول يا اخوان انتم ناس نواياكم طيبة، وبنقول ان شاء الله ربنا انه ربنا بيسلم ابنكم وابنائنا وكل مرضى. احنا اليوم هذه جاهدكم يا اخوان، والجاهة مش كاملة، الجاهة من جميع محافظات الوطن تقريبا، وناس منهم ما ندلش على العنوان ولا كان كل الجاهة اللي في العمايرة ديوان العمايرة بدها تيجي هام، والموجود هذه جاهدكم. وأنا بشكر باسم كل الموجودين إخواننا عشيرة العمايرة اللي كانوا في مقدمة الجاهة، اللي هم فاقدين وأجوا معنا على إخواننا عائلة قزاز. كل احترام، وهذه مكارم الأخلاق اللي إحنا تعلمناها وبنتعلمها منكم. هذه جاهدكم يا إخوان. نتمنى للمصابين وأولهم وسيم قزاز ربنا يشافيه ويعافيه. احنا جايين شو اللي بدكم اياه وشو اللي بترتب علينا. حياكم الله، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم، جاهدكم كفو وجاهة معتبرة، وبارك الله فيكم. وبترككم مع أخونا أبو مجدي الأستاذ عاهد قزاز لمراسم العطوة الجريح، فليتفضل. أهلا وسهلا بالجميع. الصحيح إنه كلكم هامات وقامات. أهلا وسهلا بأهالي الحلحول وكل من حضر معهم من محافظة الخليل والوطن عام. أهلا وسهلا، وأعيد الترحيب بكم جميعا، فأهلا وسهلا في بيتكم. كما أشكر أهالي دورة لوقفتهم معنا وحضورهم إلى هذا المكان، فكلهم أهل لنا وتحملوا ويتحملوا ويجب أن يتحملوا ما حدث. إحنا المصاب جلل، والأخ حكى بما فيه الكفاية، وعائلة حجي العمايري كلهم أهلنا، ولا أريد أن أعيد وأكرر لأنهم هم منا وإحنا منهم، فلا أريد أن أطيل عليكم أكثر من اللازم. ولكن إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الحادث جلل، المصيبة كبيرة، ابننا بين الحياة والموت، يرقد على سرير الشفاء في مستشفى شحارة سيدق في القدس. الله أعلم شو الحالة اللي فيها. وأقول للأخ لأنه ذكر الأمهات
وفي المرة اللي فاتت ذكر الأمهات إنها كانت تهذي في الشارع. إحنا أبوه وأمه لحد الآن ما شافوا يا ناس، لحد الآن ما شافوا، يعني له 7 أيام ما شافوا. انتظرنا ولنا همسة عتاب على إخواننا أهالي حلحول وخاصة آل البو. خليني أحكي وافش اللي في بطني، بدكم تتحملوني. آل البو في اللحظة الأولى بيعرفوا إنهم هم المتسببين بالحادث، والفيديوهات موجودة. صلي على النبي. والفيديوهات موجودة وانتشرت على مستوى الوطن، مش على أهل دورة لحالهم ولا على أهل حلحول لحالهم. الفيديوهات انتشرت وموجودة. ويا ريت إنه رد على الشاب اللي توفى اللي كان يقول ما بدي أموت، والثاني بيقول له ادعس يا محلى ريحة الموت. بعرفش إنه أبنائنا في الطريق، وإنه رايح يلحقنا الضيم، وابننا يموت، وابن أولادنا 2 يتصاوب. لكن قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. أنا هذه ديرة الظهر، والله الليلة قيمت 4 5 من الشياب اللي كانوا موجودين، إحنا ما بنعرف شو معناها والله ديرة الظهر، سمعتها في الشوارع. أنا هذه ديرة الظهر أرجعها للأخ والإخوان من أهالي حلحول وإلى الجبل وإلى كل أهالي فلسطين. ديرة الظهر اللي لها 7 أيام، وأنا الساعة 1 في بيت جالة لما أعرف أين ابني، وأرسلت فريق من شبابنا إلى مكان الحادث يفتشوا في الأرض تحت القدير ولا هو شو، فتشوا يلقوا ابننا ولا لا. ما بنعرف وين ابننا ل1:30 وأنا في بيت جالة، ومعاي 50 شاب من حمولة الدرابيع مش من عائلة قزاز. وإحنا للعلم إحنا قزاز فخذ من أفخاذ عائلة الدرابيع، فخذ من أفخاذ عائلة الدرابيع، يعني مش لا جاي مع احترامي، مش أبصر من وين بعرفش، يعني بجوز في ناس فسرها هيك، لكن التمس لأخيك عذرا، لأنه كان بودي إنه واحد من أهالي حلحول أو الباو يتصل فيي يقول لي شو صار مع ابنك، شو وضعه، يا الله يشفيه يا ناس. لكن هناك إخوة يقبعون في الزنازين ومن آل البو مشكورين، أتمنى لهم الإفراج العاجل. تواصلوا معنا مع ابن عم لي في السجن واعتذروا، وكان بمثابة جرعة لإنسائنا ما حدث. أتمنى لهم الإفراج العاجل، ومن هذا المجال من هذا المكان أزف لهم الشكر والثناء وهم يقبعون في زنازين الاحتلال. أما من هم نام على ظهره سطحا لم يكلف نفسه بالاتصال بي ليقول لي إن شاء الله الله بشافيه، بس أنا بدي أستغني، حادث في النهاية، حادث مش أكثر. خلينا نتكلم وفي شغل، بدي في شغل. احترام للي في الزنازين اتجاوب. الآن أنا والله يا شيخ إلا أتجاوز، وبدي أتجاوز وغصب عن راسي بدي أتجاوز. خليني الآن